بجواري سعد الحارثي. مساعد تفضل. شكرا لك زميلي عبد العزيز. سريعا للكابتن سعد الحارثي. كابتن سعد، مبارك لكم هذا الانتصار بالتاكيد. لا اعلم عن مدى الرضا بالنسبه للمستوى، لكن عن النتيجه هي مرضيه بالنسبه لكم. الحمد لله. يعني اول شيء قبل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على الفوز، صلاه والسلام على نبينا محمد. اتوقع اليوم فوزنا الحمد لله جاء من احترامنا لفريق الوصل. فريق الوصل فريق مو بين، كان ينافس على الرابع، الان تقريبا ترتيب الخامس او السادس ما خاب ظني، والحمد لله فوزنا اليوم مو من فراغ. تواجد الجمهور النصراوي اليوم بشكل كبير زي ما انت شايف، كانت وفيه معنا، اجتهاد اللاعبين داخل الملعب، التفاف اداري، اعضاء شرف، وقفه من اعضاء الشرف، لمحه من الامير ممدوح صاحب السمو الملكي الامير ممدوح بن عبد الرحمن. المباراه اليوم مجانا للشركه الراعيه. كل هذا يدل، كل هذا كان نتيجه اليوم 3-1 والفوز. لسه الى الان هذا الشوط الاول، باقي الشوط الثاني في دبي هناك على ارض الوصل. سعد، الهجوم كان غائب نوعا ما اليوم في النصر، لا اتحدث عنك على وجه الخصوص، نتحدث عنك انت وعن كابتن محمد سلاوي وعن الكابتن ريان بلال حتى بعد نزوله. الى هذا ما تعزو غياب خط هجوم نادي النصر اليوم عن التسجيل وايضا عن الخطوره. يمكن انت اليوم شفت اليوم الاهداف كلها جت من كور ثابته، يعني دليل الفريق كله، يعني الفريقين متحفظين وفي تكتيك، يعني التكتيك طاغي على انفتاح المباراه، وان الفريق كل فريق يبادر بالهجوم. زي ما انت شايف كانت التكتيك يعني اكثر في داخل المباراه، في ارضيه الملعب، محاوله الحصول على الجول بدون ما يدخل مرمى الجول. كل هالاشياء شفناها اليوم، واعتقد انه الحلول كانت من الخط الخلفي، لان المباراه فريق الوصل كان شوي متكتل، يلعب بخمسه لعيبه ورا، واعتقد محورين اذا ما خاب ظني، لكن كان يلعب خمسه ورا، مقفل اللعب شوي، صعب على المهاجمين انهم يلقون الحلول. المهاجمين ممكن يتحركون يعطون الحلول للعيبه اللي جايين من الوسط، يعني زي ما قلت لك مباراه تكتيكيه. هذا كان طابعها اليوم، وزي ما تشوف حاولنا نحصل، واكيد هذا مو بعذر، لازم الواحد يكون موجود ويسجل، لكن ان شاء الله لسه باقي قدام المباراه هناك في دبي، وامامنا مباراتين امام قطر القطري ان شاء الله اذا تاهلنا باذن الله. سعد، الجماهير النصراويه كانت حاضره بكثافه اليوم، هي بالتاكيد سعيده وراضيه عن مستوى النصر. سعد، ماذا عن رضا الجماهير عن مستوى سعد؟ انت بينك وبين نفسك كيف تنظر له؟ اكيد اللاعب دائما هو اللي يقيم نفسه قبل كل شيء، الجمهور اكيد ما لها الا الدعم وانها تآزر لعيبه او اي احد ينتمي لهذا النادي، نادي النصر، واكيد جماهير ومحبين سعد واقفين معاه، ودائما اقابلهم ويوجهوني ويدعون لي ويتمنون لي التوفيق، واكيد الجماهير الوفيه كانت واقفه مع جميع نجومها وحتظل واقفه، يعني وانا رجائي اولا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى، ثم هذه الجماهير انها تقف مع سعد او اي لاعب نزل مستواه او على مستواه، دائما تكون واقفه معه، وان شاء الله باذن الله نجوم في العالم كبار يمرون فترات تذبذب في المستوى يرجعون افضل من اول واحسن. شكرا لك سعد. العفو. شكرا للكابتن سعد الحارثي قائد فريق النصر. اعود اليك عبد العزيز.